طيب دي وصفة تفتيح جسم، هتفتح لكم جسمكم مش تفتيح تبييض. خلاص، في فرق بين تفتيح وتبييض. تفتيح دي اللي هو جسمك هيكون افتح درجات خفيفة من لونك الاصلي، زي 3-4 درجات بالكثير. عفوا عفوا. اما التبييض دي معناها هينقلك لدرجة تانية مختلفة تماما عن اللي انت فيها. خلاص. بينفع للوجه اي، بس اتأكدي انه تعملي معاه مرطب وترطب كثير اثناء اليوم لانه مقشر قوي. خلاص. يلا، اول حاجة عندنا الباباي، لوشن باباي. خلاص. ما عندك لوشن باباي، اي لوشن ينفع معك، اي لوشن ما كريم. خلاص، ركزوا على النقاط اللي بقولها دي، لوشن ما كريم، اي لوشن بينفع معاكي، اي لوشن اي ماركة اي نوع. خلاص، مهم هو لوشن. هتستخدمي معاه نص العبوة بتاعت عرق السوس. شوفوا يا بنات، انا بجيب لكم من الاخر. خلاص، حاجة تفتيح من الاخر وآمنة في نفس الوقت، يعني 2 في 1 زي ما بقولوا. يلا نضغط على الشاشة، ادعموني دعم كده من جوا قلبكم. خلاص، دعم كده زي ما بقولوا، خلي الشاشة دي لما تقدر تطرشق. يلا نعبي كالآتي. عندنا تفرغ نص من اللوشن او تلتين تقريبا، وتضيف عليه نص عبوة ده اسمه شنو، عرق السوس. نصها، نص العبوة. خلاص. معاها صباع كامل هاي كوين، صباع كامل هاي كوين. معاهم انا هنا ما عندي، معاهم 1000 بلس صباعين. خلاص. دي الخلطة بتاعت التفتيح بتاعت الجسم، دي للجسم بس ما للوش. هتفتحي التفتيح عمرك ما تحلمي بيه، من غير مفاصل، من غير لون واحد، لون موحد، تمسحيه من رقبتك لحد صباع كراعك. حلو الكلام. وصفة من الآخر، ما هتحتاجي بعدها وصفة تاني، وترطبي قدر ما الله يديك، وتستخدمي معاه مرة في الأسبوع أو مرتين بالكتير، يا دلكة البنات، يا واحدة من المقشرات اللي احنا عاملينها، يا مقشر الرقبة، يا بتاع جلد الأوزة، دي كلها مقشرات. خلاص. تستخدم المقشر اللي بينفع معاكي، احنا بنقول مقشرات أو سكراب. شوفي الوصفات دي كلها بتقشر الجلد الميت وبتفتح وبترطب. تمام. وضحت لكم الصورة يا بنات. هتنقلي جسمك نقلة مختلفة تماما عن اللي انت في بالك، ما هتتعرفي على نفسك. خلاص. هعيد لكم تاني هعيد لكم، وانا بعيد لكم ما تبخلوا علي بالضغط على الشاشة. تمام. وحوريكم الفرق بين الاصلي والتقليد، اذا كان في عرق السوس واذا كان في الباباي. خلاص. لانه برضو في تقليد، في بنات بيقول لك ما نفع معي، ما اعمل اي حاجة.